بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل كريب الستريبس النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية بإذن الله، هتوفر لك كتير وهتعجب الولاد جدا جدا. هنعمل الكريب الأول. في الخلاط هنحط 2.25 كوب من المية، عليهم 2 كوب من الحليب، نحط عليهم بيضة، معلقة من الملح صغيرة، ورشة من الفلفل الأسمر، و3 معالق كبار من الزيت. بس كده، دي المكونات بتاعت الكريب. الكريب بره أسعاره بقت مرتفعة جدا، يعني بشكل مش معقول. ليه؟ واحنا ممكن نعمله ببساطة جدا في البيت، وحاجة نظيفة انت اللي عاملاها لولادك وانت اللي ضمناها. بعد ما ضربنا المكونات السايلة مع بعض، هنضيف عليهم الدقيق. 3 كوبايات وربع من الدقيق هتضيفيهم عليهم في الخلاط وهتضربيهم معاهم، وبس كده خلاص الكريب بتاعنا يبقى جاهز. الكريب زي ما قلنا اسعاره بقت مرتفعة جدا، وكمان لو هتشتريه بحشوة زي الستريبس، هو ده كمان بيخليه مرتفع اكتر من لما تشتريه بالبطاطس او باي حاجة تانية. والستريبس كمان احلى حاجة انك انت تبقى عاملاه في البيت. يعني اعزكم الله، احنا بنشوف دلوقتي على المواقع بتاعة التواصل كمية من الفراخ اللي نفقت من الحر رهيبة. ففي اصحاب مزارع يعني ما عندهمش ضمير، ممكن يبيعها لبتاع الشواية اللي هيشوي فراخ بره، او يبيعها للي هيقطعها بانيه واوراك. فليه؟ احنا دي حاجة احنا مشتريينها وضامنينها وعاملينها بايدينا في البيت، مشترين الفرخة صاحية واتذبحت قدامنا، واحنا اللي مقطعينها ومنضفينها في البيت. دي لوحدها تكفي ان انا احط لاولادي حاجة مضمونة. هعمل التتبيلة بعد ما ركنت العجينة بتاعت الستريبس بتاعت الكريب بتستريح. هعمل بقى التتبيلة بتاعت الستريبس. كوباية من المية، احط عليها ربع معلقة من الجنزبيل، معلقة كبيرة من الكزبرة المطحونة، وكمان معلقة من الشطة. لو الشطة بتاعتي حامية هحط معلقة كفاية، لو الشطة مش حامية قوي ممكن احط معلقة ونص او معلقتين. هضيف عليهم معلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة كمان من البصل البودر، معلقة من الملح او معلقتين كمان من الملح. هنحط معلقة كبيرة كمون، ومعلقة كبيرة من السبع بهارات، ومعلقة كاري، ومعلقة فلفل اسمر. دي كمية البهارات بالاضافة ل كيسين مرقة فورية. ممكن بقى كنت البهارات دي كلها تضعفيها وتحطيها في بولة على جنب وتقلبيها، تحطي نصها مع التتبيلة بتاعت الستريبس، والنص الباقي هنضيف عليه اضافتين صغيرين كده، ونبقى نضيفهم على الدقيق اللي هنبهر بيه الستريبس بتاعنا. هنا بقى بعد ما قلبتها كويس مع بعضها، هحط كمية الفراخ بتاعتي علشان تتبل، وهسيبها بقى في المطبخ اقل حاجة ساعة، ممكن ساعتين 3، وممكن كمان كنت تبقى متبلاها من قبلها بيوم، تبقى حلوة خالص. انا ما قعدتهاش كتير، يا دوب ساعة لحد ما خلصت بس تسوية الكريب، ورجعت لها تاني، وطعمها والله في منتهى الجمال. الطعم بتاع الستريبس اللي هتعمليه في البيت بالتتبيلة دي لا يقارن باللي انت بتشتريه من بره خالص. الولاد مش هيطلبوه منك من بره تاني بعد ما يدوقوا وحدة الكريب اللي هتديها لهم انت اللي عاملاها بايديكي بالخلطة دي، مش هيطلبوه من بره تاني. لو عندك الطاسة بتاعت الكريب طبعا بتعمليها دي حلو خالص. لو مش عندك زي كده، انا الطاسة بتاعتي من تحت ضيقة شوية، فبدأت ان انا اصب فيها الكريب، واحاول ان انا ارفعه على
الاحرف علشان الكريبايه تبقى واسعه شويه. الكريب من الحاجات اللي بتستوي بسرعه، يعني دقيقه على الجنب ده ودقيقه على الجنب التاني، مجرد ما تخلع الاطرف بتاعتها من الصينيه على طول بتقلبيها على الوش التاني على طول. ما بنطولش عليها في السوا لان احنا هنرجع نحشيها ونحطها تاني تكمل التحميصه بتاعتها، فيبقى احنا ما بنتكش عليها الاول في السوا عشان ما تتحرقش منك. شايفه اول ما الاحرف ديت هتخلع من الطاسه على طول هتقلبيها على الوش التاني لوحدها اهي، هي اللي فصلت من الطاسه لوحدها. بصي في الاول بتبقى شفافه، اول ما بتبدا تستوي بتاخد اللون الابيض اللي هو تقيل شويه كده، هي بتخلع على طول من الطاسه بتقلبيها اهو بالمنظر ده. دقيقه وترفعيها على طول. بعد كده بنرجع بقى نحشي الكريب بتاعنا، بعد ما بنسوي الكميه كلها نرجع بقى نحشي الكريب بتاعنا. لا نحشيه ايه، ده احنا لسه ما خلصناش الاستريبس. هنعمل بقى التبهيره بتاعه الاستريبس في الدقيق. هنجيب 3 كوبايات من الدقيق ونحط عليهم نفس البهارات اللي حطيناها في الاول، هنضيف ليها ربع معلقه من الكربوناتو، معلقه كبيره بيكنج باودر، وكمان معلقتين كبار من النشا. بس كده دي الاضافات اللي انا هضيفها على الدقيق. هنصفي الاستريبس بتاعنا من الميه والتتبيله بتاعته، هنصفيه من الميه بس عشان ما يبقاش فيه ميه، وعلى طول هنروح ضايفينه للدقيق. كده احنا بنصفي النص بتاع الكميه بتاعت الفراخ نحطه في الدقيق، وبعدين نحط الباقي يتصفى، ونغير التتبيله اللي في البوله ديت ونجيب مكانها ميه ساقعه متلجه، لو فيها كمان قوالب تلج يكون افضل. في الوقت ده يا جماعه انا مش مغطيه الكريب، يعني الكريب قدامكم اهو انا سايباه مش متغطي علشان ما يلزقش في بعضه ويعجن. تمام، حطينا كده البوله، غيرنا الميه اللي فيها وحطيناها ميه زي ما اتفقنا ميه بتلج لو امكن. بصي بقى التبهيره بتاعت الاستريبس تبقى ازاي. هتعدي وانتي بتقلبيه كده من تحت لفوق 15 عده، بعد كده تنزليه في الميه المتلجه وترجعي بيه على الدقيق تاني عشان تاخدي التعريجه اللي بتبقى موجوده في الاستريبس اللي بتجيبيه من بره. هناخد الشكل والقرمشه احلى بكتير من بتاعت بره، بس الطعم لا يقارن ببره خالص، الطعم حكايه. جربي بنفسك وانتي هتدعيلي. اللي وصلت معايا لحد كده من الفيديو يا ريت تنزل تحط لايك واشتراك وكومنت حلو منها، وترجع بسرعه تكمل معانا باقي الوصفه الجميله دي. هنا طبعا انا كنت تعبت خالص وكنت زهقت من الحر اللي في المطبخ، فبدل ما احط الزيت في حله صغيره عشان يبقى كميه بتاعت الزيت مرتفعه لفوق، بصراحه انا استسهلت الطاسه عشان احط فيها كميه اكبر من الاستريبس بتاعتي تتقلي بسرعه. هنا طبعا علشان انا حاطه في طاسه فانا كنت محتاجه ان انا اقلب الاستريبس على الجنب التاني بعد ما يحمر. لو حطيناه في الحله زي ما قلت لك كده كده هو هيبقى متغطي بالزيت، ما انتش محتاجه تقلبيه خالص. بعد ما يحمر هترفعيه على طول من غير ما تقلبيه. هنحمر بقى الكميه كلها. ونرجع بقى نحشي الكريب بتاعنا. بس كده خلاص خلصنا الكمية كلها. نبدأ بقى نحشي الكريبات بتوعنا ونرجع نرجعها تاني في الطاسة نحمصها، وكده نبقى عملنا أحلى كريب ستريبس لولادنا في البيت. التكاليف أقل بكتير جدا جدا من بره، والطعم
حكايه ملوش اي علاقه باللي بره خالص. هتحشيها ازاي؟ انا حطيت مايونيز على كاتشب، دهنت بيه الكريبايه، وبعد كده ضمه من الموتزاريلا، ونقطع الستريبس نحطه ونقفلها، وعلى طول على الطاسه نحمصها. زي ما انت شايفه كده الوصفه سهله وبسيطه، ما تستصعبيش حاجه، كلها حاجات باذن الله سهله. يعني اللي بيعملها بره ده مش احسن منك، انت هتعمليها احلى وانضف بكتير جدا. وبس خلاص، ديت كانت الوصفه بتاعتي من النهارده، وده كان الكريب ستريبس بتاعنا. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس الاشعارات، باذن الله يوصل لك كل جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.